ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجه، لو اول مره تشوفي قناتي اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل قصه جديده، ولايك وكومنت ونصلي على النبي الاول، ويلا بينا على الحلقه. مرام راحت مع جميله مركز التجميل، ولما شافها ميمو صاحب المركز قال: اوه نو، صعب. دي بشرة دي ولا سجاده؟ سجاده؟ على اساس انك راجل اصلا بشعرك الكنيش ده؟ ايه، انا راجل وانت راجل برضو. انا جايباها علشان تظبطها. شوف اللي انت عاوز تعمله فيها اعمله. ايه اللي عاوز تعمله ده؟ لا، انا هروح. استني عندك واسمعي الكلام. شو هالشعرات دي؟ استحالة تكون طبيعي، ده شعر مكنسة. مرام قلعت جزمتها ومسكت ميمو ضربته وقالت: شعر مين اللي مكنسة يا نص راجل من غير شنب؟ انت يالا مفكر نفسك ايه علشان تقول عليا كده؟ جميلة سلكت بينهم بصعوبة، وبعد وقت جميلة كانت واقفة وقالت: اهدي بقى تعبتيني. ما هو بصراحة مش أصول برضو إنك تجيبيني عند واحد زي ده. ده مش بني آدم زينا. أمال إيه إن شاء الله؟ ما علينا. تعالي بقى وأنا هوديكي عند أم عبير. أم مسك خطير. أم عبير دي بتعمل إيه يعني؟ ما أنا قلتلك، بتعمل مسك خطير. ده هي اللي مجوزة كل العرايس اللي في العيلة. مجوزاهم إزاي؟ هي خاطبة؟ يوه، انتي شكلك بتتكلمي كتير. تعالي وهتشوفي بنفسك. وبعد كام ساعة جميلة كانت واقفة هي ومرام، وجميلة قالت: هو انتي مالك؟ بقى شكلك شبه القنفذ كده ليه؟ احلويت، صح؟ وانا بشكلي ده مفرقش كتير عن سيد قشطة. دي موضة لسه نازلة جديدة، وانتوا أول ناس تعملوها. هو أنا ليه مش مرتاحة؟ تعالي نروح لهارون اللي هينبهر أول ما يشوفنا. مرام وجميلة مشوا وراحوا الشركة عند هارون. جميلة قالت: لا بصي، احنا الناس بتبص علينا في الشارع. انا هرجع البيت. كده يا جوجو؟ عاوزة تخلعي؟ طب تصدقي بالله، انا لو كنت راجل كنت اتجوزتك. ايه ده؟ يعني انا بجد حلوة؟ ده انت جميلة الجميلات. حلوة ده ايه؟ ده انت قمر. جميلة دخلت لهارون المكتب ومرام وراها، وهارون اول ما شافهم قال: اعوذ بالله. ايه ده؟ انتوا مين؟ ايه اللي عمل فيكوا كده؟ اهم. انت انبهرت، صح؟ انا ما انبهرتش، انا انقرفت. ايه يا ماما اللي انت عاملاه في شعرك ده؟ شفتي؟ اهو ما عجبوش شعري. طيب، وانا شعري حلو، صح؟ يقرف الكلب. اطلعي بره يا مرام، مش عايزه اشوف وشك. اهو انبهر فعلا. منك لله يا ام عبير. في الطياره هارون اتفاجئ لما شاف مرام جايه بدل مها. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ مفيش، مها كانت تعبانة وأنا جيت بدلها. إزاي تعمل كده من غير ما تقولي؟ احكي لي بقى، شرم شكلها إيه؟ ها؟ فيها بحر، صح؟ لا ترعى. يا ريت بقى تسكتي، عشان في شغل مهم هراجعه مع نيرة قبل ما نوصل. نيرة جت وقالت: فيكي تنقلعي من هون، هدا مكاني. أنا يتقال انقلع؟ ماشي يا هارون، بكرة تندم. مرام سابتهم وراحت قعدت على كرسي بعيد، وكانت متغاظة وهي شايفاهم بيضحكوا. وفجأة لقيت واحد جه قعد جنبها. ايه يا عم ده؟ مش تحاسب؟ شت، بس انا جميلة مامة هارون. مرام اتفاجئت لما لقيت جميلة لابسة لبس رجالي، وقالت: ايه يا جيجي ده؟ انتي لابسة كده ليه؟ تنويه، عشان هارون ما يشوفنيش. هي مش دي البت اللي بيقول عليها اسمها نيرة حاتم؟ ايوه هي. شفتي يا طنط بيضحكوا ازاي؟ ويجي عندي ويضرب بوز؟ على ايه؟ ده حتى البت دي كده مش حلوة. لا، ما هو ما يتوصاش، أعمى القلب والنظر كمان. طب يا رب الطيارة تقع بينا. ها؟
قاطعهم صوت الطيار اللي قال: للأسف حصل عطل في المحرك ومضطرين ننزل في أقرب مكان. عاجبك كده؟ أهو الطيارة عطلت، هنعمل إيه دلوقتي؟ الله، يعني أنا دعوتي مستجابة؟ طب يا رب نيرة تتسخط قرد. اسكتي يخرب بيتك، هتموتينا. هارون، فيك تلحقني؟ أنا راح أنط بالباراشوت. باراشوت إيه؟ لا طبعا. شفتي؟ دي عاوزاه ينط وراها. اسكتي بقى، أنا مش عاوزة هارون ياخد باله ويشوفني. وبعد وقت الطيارة نزلت بسلام، والطيار وقف وقال: للأسف احنا مضطرين نمشي ال2 كيلو دول على رجلينا. منك لله يا مرام، همشي ازاي انا دلوقتي؟ ده انا مفاصلي بايظة. ما تروحي لابنك اللي ماسك ايد السنيورة دي وخليه يشيلك. ما هو ما يعرفش ان انا جيت. هعمل ايه انا دلوقتي؟ هارون كان ماشي مع نيرة، وكمان سيف مع سمر، وجميلة لقت واحد معدي سايق بيتش باجي، ركبت معاه وسابتها ومشيت. كده يا جيجي؟ يعني بتخلي بيا وتسيبيني؟ ماشي، مش هكلمك. ها. وفجأة قاطعها واحد وقال: تحبي تيجي معايا؟ انا معايا جمل هيوصلنا اسرع. جمل جمل؟ ان شاء الله حتى حمار. هو حد طايل؟ مرام مشيت مع الراجل ده وبعدت عن باقي الجروب. وبعد وقت مرام وقفت وقالت: يوه، انا تعبت. انت يا عم خاطفني ولا ايه؟ الراجل طلع ازازة من جيبه ورشها عليها. وقعت مرام في الارض واغمى عليها. دي اسهل عملية خطف انا شفتها. البت دي باين عليها عبيطة قوي. وعند هارون وسيف اللي وصلوا الفندق، وسيف قال: بقولك يا هارون، هي مرام فين؟ تلاقيها في اي مكان، اسأل عليها صاحبتها. جت سمر وقالت: انا شفتها واقفة مع واحد غريب كده ومشيت معاه. غريب ازاي يعني؟ وازاي ما تجيش تقوليلي؟ معرفش بقى، انا فكرت حد معانا في الرحلة. جت نيرة وقالت: هارون، انا كتير هلكانة، هطلع ارتاح في اوضتي. يا رب ترتاحي الراحة الابدية. انا مش عارفة عاجبكم فيها ايه البتاعة دي؟ طب انا احلى منها. نيرة مشيت، وقال هارون: مش وقتك دلوقتي، اتصلي على تليفونها كده يمكن ترد. سمر طلعت تليفونها واتصلت على مرام، واتفاجئت لما لقت واحد بيرد عليها وبيقول لها ان مرام اتخطفت.